دايما هتسمع جملة ان الجمال نسبي، لكن مع العربية دي مفيش الكلام ده. الموديل جميل وملفت لأقصى درجة، وصعب جدا فعلا تلاقي شخص مختلف عليه. أيقونة في القوة والسرعة والتصميم المبهر، علشان كده ملاقوش أي تسمية ليها غير اسم الشركة نفسه، فسموها لا فيراري. الفيديو ده اتأخر كتير احنا عارفين، لكن جه الوقت خلاص اللي هنتكلم عليها. انا فاكر اني اتصورت مع صورة للموديل ده وكنت مبسوط جدا وقتها، ما بالك بقى لو ركبت النسخة دي في الحقيقة. والبوستر ده كان من تصوير اتعمل لفوتو سيشن مشهورة جدا اتعملت ليها بعد انطلاقة الموديل. مش بس الصورة دي هي المميزة، لا ده العربية من اي زاوية شكلها غريب وفي تفاصيل مختلفة عن اي فيراري تانية اتعملت. المهم ان من زمان وفيراري اعتمد التقليد بان كل 10 سنين ينفذوا موديل يكون قوي وجميل جدا، بموديلات تعيش سنين وسنين وتشيل اسم العلامة بشكل ملوش مثيل لكل الأجيال اللي بعد كده. البداية كانت مع ال F40 اللي اتصممت احتفالا بمرور 40 سنة على تأسيس شركة فيراري، والكلام ده كان في الثمانينات. في التسعينات بقى خرجوا بالإف 50، فيراري نادرة وسريعة جدا، وكان نفس الكلام كانت في وقت الاحتفالية بتاع ال50 سنة. وصلنا بقى ل 2003 مع ميعاد الفيراري إنزو، النسخة المرعبة اللي كانت شايلة اسم مؤسس الشركة وكانت بقوة 700 حصان. وده معناه إن بعد 10 سنين وتحديدا في سنة 2013 لازم يكون في قنبلة فيراري جديدة بشكل وقوة أعلى من كل حاجة حواليها. قسم فيراري للتصميمات بالتعاون مع المصمم المشهور لفيراري مستر بينينفرينا اتعمل 5 تصميمات مبدئية لنسخة سوبر فيراري، هيكون فيها محرك V12 مدعوم بمنظومة كهرباء مساعدة. أول مرة الشركة هتروح لفكرة الهايبريد، واتاخد 2 من التصميمات دي واتبنى ليهم عربيات تخيلية كاملة. الاتنين كونسبت دول هم اللي شالوا في النهاية ملامح الموديل الخارق الجديد. على الموقع كاتبين إن ده أكتر مشروع طموح فيراري نفذته، وده كان بسبب إن دي كانت أول مرة ينقلوا نظام كامل من نسخة الفورمولا 1 بتاعتهم وينزلوها في نسخة إنتاجية. بنتكلم هنا عن نظام الهايبريد بتاع درايف ترين للفورمولا، الكاينيتيك انرجي ريكفري سيستم، اللي بيكون عبارة عن محرك كهرباء صغير متوصل بالفتيس وبيشتغل كمولد للطاقة وقت الفرملة. بيجمع الطاقة المهدرة من الحركة ويخزنها في البطاريات، وبيطلع قوته الكاملة في أوقات محددة لما المحرك يكون فيه تأخيرات بسيطة، حاجة بالثواني كده. النظام ده تقدر تقول بيملي الفراغات اللي ممكن تكون موجودة في محرك تنفس طبيعي ساعته ضخمة جدا زي ده. النظام الهجين ما بين الكهرباء والبنزين كان حاجة جديدة في عالم السباقات، ما كملش 5 سنين على بعض. تعتبر فكرة معقدة لوقتها، فيراري أخدتها في السباقات في بداية ظهورها وعلى طول نفذوها في أقوى موديلات الشركة. وبعد 3 سنين من التطوير والتحسين لكل حاجة، جه ميعاد عن الكشف عن الموديل ده في معرض جنيف في 2013. Now it's time to show the car. Uscite. بيكون الشاسيه هنا كله مصنوع من الكربون فايبر، وكذا نوع كمان على حسب كل جزء فيه. والتغطية الكاملة لبطن العربية بتكون من الكربون كيفلر. تطوير الشاسيه ده خلاه أحسن من اللي كان في الإنزو ب 25% كخفة ووزن وصلابة، ومكان المحرك بيكون خلفي وسطي لزوم شغل السباقات طبعا. وده اللي خلى هيكل الفيراري والتصميم كله يكون حاجة فضائية حرفيا. والمحرك اللي مدفون فيها 12 سلندر طبعا على شكل في بسعة 6300 سي سي، وزودوا قوته ل 800 حصان مقفولين المرة دي. ومع قوة المحرك الكهرباء لا فيراري وصلت ل 960 حصان كأعلى حاجة فيراري ممكن تقدمها بأمان للشارع في وقتها. لا فيراري سريعة جدا، وتسارعها من كل الأرقام حاجة مبهرة. السرعة القصوى بتكون 340 كيلو في الساعة، من 0 ل 100 في 2.6 أجزاء بس، ومن 0 ل 300 في 15 ثانية، فحاجة فلاش خالص. نوع النظام الهايبرد اللي بيكون هنا بيكون اسمه مايلد هايبرد، يعني مجرد تعزيز للقوة وقت الحركة، لكن ما ينفعش العربية نفسها تتساق بشكل كامل بالكهرباء. وده زي ما قال مدير فيراري وقتها ان الشركة مش مهتمة بان عربياتها تمشي بالكهرباء بشكل منفرد، عكس النسخ الموجودة دلوقتي زي الاس اف 90 مثلا، فيها نظام هجين اسمه بلاجن هايبرد. تقدر تشحن البطارية من بره العربية وتقدر تتحرك بالمحركات الكهرباء لوحدها، طبعا على سرعات بطيئة جدا. فبيكون فيها الكترونيات كتير جدا وحساسات على كل حاجة تقريبا، ومواد غالية بالكيلو. وصل سعر الشراء الاول من 10 سنين انه يكون $1,000,000 وبعدد حصري 500 نسخة للعالم كله. وكل سنة وفيراري طيبة بمناسبة 70 سنة على حصان مارانيلو. فالاسم يبان غريب للمرة الأولى، لا فيراري
الفكرة ان هم ما لقوش حاجة تعبر ان الموديل ده وشغل الكهرباء وال12 سلندر واحمر السباقات وكل الدي ان ايه بتاع فيراري غير بكلمة فيراري نفسها، مع ان لا فيراري صوتها كده زي ما تكون كلمة فرنساوي، لكن لا، اللي قبل فيراري دي معناها زي الحاجة للتعريف، يعني زي ما تكون الفيراري. أنا لما بسمع كلمة اكزوتكس اللي منتشرة جدا على السوشيال ميديا دلوقتي دي بيجي في بالي طبعا جيش من السوبر كارز، لكن دايما أول موديل بفكر فيه هي على طول اللا فيراري، وكله في حتة والأبواب بتاعت الموديل ده في حتة بره المجال كله، بأبواب الفراشة الجميلة جدا اللي شفناها على موديل الإنزو نزلت هنا كمان، بتكون عاملة زي الطاووس لما بيتفتحوا الاتنين مع بعض، واللي مدي شكل مضلع للباب هو ممر الهواء اللي واخد مسار في جنب العربية من الناحيتين، ومع فتح الباب بشكل كامل أكيد هتلاحظ ألياف الكربون اللي مشكلة المونوكوك للعربية، المسافة ما بين العجلة اللي ورا واللي قدام مفيش أي حاجة ما بينهم، ده غير إن كابينة السواق تبان ضيقة جدا، لكن في الحقيقة فيراري هي اللي عريضة جدا، ومع فتح الباب والدخول ليها هتلاحظ حاجة بديهية جدا في كل السوبر والهايبر كارز، إنها منخفضة جدا جدا على الأرض، جسم الفيراري زي ما يكون محطوط على الأسفلت، وده جزء من التصميم اللي هدفه السواقة السريعة جدا جدا، سواء التسارعات في خطوط مستقيمة أو ملفات حادة في الكورنرات في التراكات. فلا فيراري بيكون ارتفاعها متر و16 سنتي، وارتفاعها عن الأرض 4 إنش اللي هو حوالي 10 سنتي. كرسي السواق نفسه مش متاح إنك تعدل وضعية القيادة بتاعته، وده لأن هم شالوا أي نظام سواء كهرباء أو ميكانيكي من تحت الكرسي علشان يخلوه على الأرض خالص، ويوفروا مسافة يقللوا فيها ارتفاع السقف نفسه. وهتلاقي كل الموديلات الخارقة فيها اللقطة دي، المتاح هو تعديل وضعية الستيرنج والبدلات كما لو كنت في لعبة سيميليتر. وداخلية الموديل تعتبر عادية بالنسبة لموديلات فيراري التانية والجديدة حاليا، هتلاقي أول ما تخش ستيرنج مربع الكانتارا على كربون، مانيتينو بوضعيات كتير جدا للتحكم في التراكشن، وأكيد الكوبري كاربون فايبر بين الكرسيين، ودايما بتلاقي لون السقف بيكون أسود، وده سقف مضغوط وانسيابي جدا بيفكرني بالكاب المضغوط اللي بيلبسه السباحين. حتى المراية شكلها مختلف، رفيعة وطويلة جدا بس مديها ستايل أنيق الصراحة، شبه مرايات باجاني كده. لا فيراري طبعا روحها كلها في السباقات، فهتلاقي أساسي فيها حاجات اكتيف ايروداينامكس، كل ما السرعة هتزيد كفاءة الثبات بتاع العربية هتزيد كمان، تضغط على البادي تلزقها في الأسفلت من تحتها، كل ده هيساعدها على انطلاقها تخليها تطير حرفيا بسرعة عالية جدا. وزي ما قلتلك في البداية صعب تلاقي شخص مختلف على حلاوة التصميم أو حتى غرابة تفاصيله. شوف الفوانيس مثلا، فيراري معروفة بالشكل المختلف ده من زمان، بس ولا مرة كان لاقي على موديل زي ما هو مظبوط بالملي هنا. وأعتقد الجزء اللي ورا من العربية مفيش جديد نقدر نقوله، لأننا قلنا كل حاجة، نسخة جميلة قوية خارقة غالية وملفتة وسعرها عالي جدا كمان. لا فيراري فضلت في الإنتاج 3 سنين، باعوا 499 نسخة، والنسخة رقم 500 اتعرضت في مزاد خيري من الشركة على طول واتباعت ب4 مليون دولار. وبعدها على طول شفنا النسخة المكشوفة اللي الطليان بيسموها أبيرتا، 200 عربية كمان من لا فيراري بس من غير سقف إطلاقا المرة دي، بسعر الضعف للموديل العادي بأكثر من 2 مليون دولار. ونفس الكلام النسخة رقم 200 أبيرتا اتباعت في مزاد خيري في بدايتها ب7 مليون دولار. صحيح هي شكلها شرير، لكن لا فيراري بتعمل خير اهو، او غسيل اموال محدش عارف بقى. لكن كل حاجه في الدنيا ليها منافس حتى لو كانت لا فيراري، وده لان في 2013 نفس سنه الاعلان عن اللا فيراري شفنا 2 من اقوى الهايبر كارز الاوروبي، بورشه 918 سبايدر من المانيا وماكلارين بي 1 من انجلترا. وكانت فتره رهيبه جدا في سنتها الاعلان عن ثلاثيه ايقونيه جدا في عالم الهايبر كارز المعروفه بالهايبر ترينيتي. احنا كنا عملنا فيديو كامل لكل نسخه منهم، فيديو لهايبر كار بورشه الجميله وفيديو للويدو ميكر الانجليزي من ماكلارين، فبقى ارجع اشوفهم اكيد هيعجبوك. واستنى بقى الفيديو اللي هنتكلم فيه عن الثلاثيه مع بعض. سلام.